ايه السؤال العميق ده يا استاذ احمد؟ بصراحة احنا كأهلوية مش لاقيين اجابة عنه، يعني بصراحة يعني اسكتنا جميعا، وبصراحة احنا مكسوفين من حضرتك جدا لانه احنا مش عارفين نرد عليك. ايه الحكاية يا حضرات؟ إيه الحكاية ان الاستاذ احمد الخضري الاعلامي الزملكاوي، واللي بعض من حضراتكم ما يعرفوش، ده كان في يوم من الايام رئيس المنظومة الاعلامية لنادي الزمالك. كان في احد البرامج ومقدم البرنامج بيأكد وصول وسام أبو علي لمطار القاهرة مهاجم النادي الأهلي الجديد. ما يعديهاش طبعا الكابتن أحمد أو الأستاذ أحمد الخضري، ولازم أحط اللمسة بتاعتي أو زي ما بيقولوا التاتش بتاعي بصراحة يعني. فقال أنا عاوز أسأل سؤال. اتفضل يا أستاذ أحمد اسأل سؤالك. قال أنا عاوز أسأل، هو النادي الأهلي بيجيب ملايين الدولارات دي كلها من فين؟ وأنا كنادي الزمالك ليه ما عنديش نفس المصادر اللي بتجيب الدولارات دي كلها؟ وانا كنادي الزمالك برضو لو املك نفس الفلوس كان زماني بقيت في حتة تانية خالص. تخيلوا، ده كان ماسك المنظومة الإعلامية، رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك. يبقى بصراحة الباقيين معذورين. والله يا حضرات، قبل ما أرد على الأستاذ أحمد الخضري عاوز أسأله سؤالين ثلاثة كده بس. أول سؤال، هو لما كان رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور كل سنة بيرص لنا كده 15 20 لاعب في المؤتمر الصحفي تعاقدات جديدة، في إعلامي أهلاوي طلع سأل هو نادي الزمالك بيجيب الفلوس دي من فين؟ لا. طيب، نادي الزمالك موقوف عن القيد، ومسؤولين نادي الزمالك في الوقت الحالي بيقولوا انهم خلاص هيحلوا كل المشاكل اللي تسببت في وقف القيد، زي مشكلة شيكابالا مع لشبونة، ومشكلة حقوق الرعاية لسامسون ونضاي ومهاجم الزمالك السابق ده مش فاكر اسمه، والكلام ده كله. المشاكل دي كلها بتتحل بالدولار. حد إعلامي زمل أهلاوي طلع قال والله الزمالك بيجيب الدولارات دي من فين؟ برضه لا. في حين إنه في الوقت الحالي الزمالك بيعاني من أزمة مالية ومفيش أي مصادر دولارية بتدخله، مفيش أي فلوس بالدولار بتدخله. ما حد سأل. طيب لما الزمالك تعاقد مع عبد الله السعيد وحط له 40 مليون جنيه كاش، حد طلع اتكلم هو الزمالك جاب ال 40 مليون كاش دي من فين؟ برضه لا. عشان الإعلام الأهلاوي بيركز في ناديه فقط لا غير. في حالات يعني ضئيلة جدا، لكن في نادي الزمالك الكل أهم حاجة عنده الهجوم عن النادي الأهلي. نرجع نجاوب الأستاذ أحمد الخضري على سؤاله، نجاوبه. والله يا أستاذ أحمد، أنا هقدم حسن النية وأعتبر إن حضرتك ما عندكش المعلومة فعلا النادي الأهلي بيجيب الدولارات دي من فين. أبتدي من حضر مع حضرتك من فين؟ من 2020 ولا السنة اللي خلصت دي 2023؟ لو ابتديتها مع حضرتك من 2020 اللي الأهلي كان بطل أفريقيا على حساب ناديك بالقادة، ممكن هتبقى صعب عليكم. هنخشوا في ارقام وكاس عالم الانديه والسوبر والقصه والحكايه، ونخشوا في 21 و22 و23 ارقام كتير وعكه كتير. انا هبتدي معاك في سنه 2023 فقط لا غير، وركز معايا يا ريت يعني لو الفيديو هيوصل لك. يعني الاهلي في 2023 يا استاذ احمد كاس عالم للانديه بتاع 2022 اتلعب في فبراير 2023. أخذ النادي الأهلي المركز الرابع وأخذ 2 مليون دولار. دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد والأهلي أخذ 4 مليون دولار. كاس السوبر الأفريقي الأهلي اللي كان فيه وصيف أخذ 250 ألف دولار. الدوري الأفريقي النادي الأهلي أخذ 1,700,000 دولار. كاس العالم للأندية الأخيرة اللي النادي الأهلي حقق فيها برونزية كأس العالم أخذ 2.5 مليون دولار. السوبر المصري 2023 250 ألف دولار. السوبر المصري للعام الماضي اللي كان في الإمارات النادي الأهلي أخذ مكافأته بالدرهم الإماراتي وهي 500 ألف درهم. إجمالي دول يعني إجمالي بطولات النادي الأهلي السنة دي حوالي 11 مليون دولار. تمام. الأهلي باع حمدي فتحي للوكرة
ب3.5 مليون دولار. باع محمد شريف ب1,600,000 دولار للخليج السعودي. وأخذ إعادة بيع أليو بادجي لنادي بوردو الفرنسي 600,000 دولار. نضيف دول على المبلغ الأهلي أخده من بطولاته، يحصل النادي الأهلي حوالي 16 مليون دولار. دي من بطولات وإعادة بيع في 2023 فقط. بس كده؟ لا، تعال أكمل لك. النادي الأهلي يا أستاذ أحمد الخضري عنده 5 شركات رعاة للنادي الأهلي لتيشيرت النادي الأهلي. عنده شركة اتصالات مصر بتدفع للنادي الأهلي 600 مليون جنيه في 4 سنين، وبنك أبو ظبي بيدفع 400 مليون جنيه، وشركة GLC للدهانات بتدفع 180 مليون جنيه، وشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري بتدفع 160 مليون جنيه، وشركة شل بتدفع 130 مليون جنيه. الشركات دي كلها بتدفع الأرقام دي على 4 سنين. إجمالي المبالغ دي حوالي 1,470 مليون جنيه. عاوز تاني؟ أكمل لك وأديك تاني. الأهلي يا أستاذ أحمد الخضري باع حقوق رعايته لشركة بريزنتيشن على 4 سنين ب620 مليون جنيه. 620 مليون جنيه. النادي الأهلي يا أستاذ أحمد الخضري عنده 5 فروع للنادي الأهلي على مستوى الجمهورية. وتيجي في الآخر تقول الأهلي ما يجيب الفلوس دي كلها من فين؟ والله يا أستاذ أحمد، لوم ناديك، ما تلومش النادي الأهلي. الأهلي بيعرف يعمل مصادر دخل ليه، فتلوم ناديك على الفشل، ما تلومش النادي الأهلي على النجاح. نادي الزمالك في الفترة اللي قلت عليها لحضراتكم لما كان مرتضى منصور بيرص اللعيبة كل سنة 15 و20 لاعب، المرة وصلت ل 21 لاعب أو كده، مفيش حد من الإعلام الأهلاوي طلع قال لك الزمالك بيجيب الفلوس دي من فين؟ لأن في الوقت ده كان الزمالك بياخد بطولات، وهي بكل بساطة يا أستاذ أحمد حقق بطولات تاخد فلوس. بتسأل النادي الأهلي بيجيب الدولارات من فين؟ والنادي الأهلي في آخر 4 نسخ من دوري أبطال أفريقي كسبان 3 وطلع في واحدة وصيف. آخر 4 دورات لكأس العالم للأندية الأهلي مشارك فيهم، وفي الآخر تقول الأهلي بيجيب الدولارات دي كلها من فين؟ هتقول لي والله النادي الأهلي بيعمل مصروفات على تعاقدات اللعيبة والجهاز الفني وكل حاجة. ماشي، هو ممكن الأهلي ما يكونش وفر فلوس أو عنده فائض كبير، مع إنه في فائض في ميزانية الكرة كبير، لكن في الآخر الأهلي بيصرف من مدخولاته. لكن ما فيش حد سأل يا أستاذ أحمد من الإعلام الأهلاوي أنت حطيت إزاي 40 مليون جنيه في عبد الله السعيد؟ ما حد سأل. في الوقت الحالي سيبك من اللي عدى، في الوقت الحالي النادي الزمالك وفر العملة الدولارية عشان يفك القيد من فين؟ محدش سأل، لأن النادي الأهلي بمنظومته كاملة بيركز في ناديه فقط لا غير. مش هطول على حضراتكم أكتر من كده. أتمنى من حضراتكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. سلام.